سكيلز تانية ثانوي 7 درجات إياك تضيعهم. 7 درجات في ورقة الامتحان، منها رايتنج ومنها تشوز، وطلع معاك تالتة ثانوي. يلا بينا طلاب الصف الثاني الثانوي، معاكم مس يسرا حسن. هنلخص السكيلز بتاعة الترم التاني عند حضرتك من كتاب المدرسة في حبة صغيرين قوي كده. يلا بينا الورقة والقلم ونبتدي نكتب ملحوظاتنا، ولو في أي حاجة اسأل عنها. يلا بينا. رايتنج سكيلز. ايه الرايتنج سكيلز اللي اول كتاب المدرسه الترم الثاني وضحها؟ قال لي بروبلم سولوشن اساي، ازاي اعرض مشكله واحلها. ازاي اعرض مشكله واحلها، يعني مثلا هو بيقول لي ارشادات كتابه مقال حول حل مشكله. انا عندي مشكله زي التلوث، عندي مشكله زي القمامه، عندي مشكله زي الطلبه اللي مكبره، عندي مشكله زي اولياء الامور مثلا مش واخده بالها من عيالها، دي مشكله. طب انا هكتب مقال عنها ازاي؟ اول حاجه choose a realistic focused problem. أول حاجة بختار حاجة ليها واقعية، يعني مشكلة واقعية. أنا لما اتكلمت على التلوث، تمام، اتكلمت عن مشكلة الأم والأب اللي مش عارفين يوصلوا لأولادهم، دي مشكلة حقيقية. طب أنا لو جيت قلت لك في مشكلة إن إحنا مش لاقيين أكل على كوكب المريخ، ده مشكلة حقيقية، أكيد مش هخليك تكتب حاجة زي كده. يبقى أنا لازم أختار حاجة رياليستيك. قال لي مين اللي اتأثر بالمشكلة، وكمان أقول لك مين اللي اتأثر. who is affected, what is happening، اللي بي specific، بكون محدد جدا في كلامي. why does it matter، وليه بتهمني. يعني أنا مثلا ليه بتهمني المشكلة دي؟ هل مشكلة التلوث هتأثر على البيئة؟ هل هتأثر على مثلا التنفس بتاعنا؟ هل هتسبب مشاكل لأولادنا في الأجيال القادمة؟ يبقى أنا دلوقتي بقول لك مشكلة. بعد كده بيقول لي brainstorming a possible solutions. اول حاجه ان انا بفكر، بجيب افكار، بعمل عصف ذهني، بفكر للمشكله، لحلول للمشكله. قال لي what can individuals do، ايه الافراد بيعملوا ايه. what can groups schools clubs neighbors، طب جيراننا صحابنا الناس بتعمل ايه. قال لي ممكن is it doable، يعني هل ممكن تتحقق، هل الوقت كافي ان انا احللها المشكله بتاعتها، هل low cost، هل existing sources، هل تكلفتها منخفضه، هل الموارد بتاعتها متاحه. بعد كده select main problem or one main problem، بنحدد المشكله ونلاقي لها حل. بنحدد المشكله ونلاقي لها حل. اول حاجه بنقسم المقال بتاعنا ل3 اجزاء، introduction وبادي وكونكلوجن. يبقى انا عشان اكتب مقال في مشكله، اول حاجه بقدم المشكله، تاني حاجه بقول حلول المشكله، تالت حاجه بقول النتيجه بتاعه المشكله. تاني يبقى problem solving اللي هي حل المشكله. اول حاجه بنقدم المشكله وتاثيرها، بنقول السولوشنز بتاعتها، وبعد كده الكونكلوجن. ايه اللي انا عاملاه او مقدماه ليكم؟ littering in public areas، الزباله في الاماكن العامه، الزباله او القمامه في الاماكن العامه دي مشكله. فهقول لك والله littering in public areas is a big problem، وحكيت المشكله. طيب بعد كده البادي قلت لك والله one solution is كذا، والله الحل بتاعت المشكله دي كذا، والله البيبول والارياز encourage them، نشجع الناس ان هي to keep the places clean، ان انا احافظ على الاماكن، schools بتعمل والcommunities can run campaigns، نعمل حملات to raise awareness لزياده الوعي. طبعا احنا كمصريين بيبقى ناخد بالنا جدا من اماكن تواجدنا، اي مكان نتواجد فيه لازم ننظف مكاننا قبل ما نقوم، سواء في نادي سواء في مدرسه. يعني كده بدي solutions، بدي حلول للمشكله. بعد كده الكونكلوجن الخاتمه بقول ايه بقى؟ والله الليترنج ده، والله الزباله دي مشكله بتسبب ضرر للبيئه، البابليك هيلث بيتاثر، it can be reduced by using bans raising awareness and taking personal responsibilities. يبقى كل دي حاجات انا بقدمها. يبقى المشكله بتاعتي كانت الزباله او القمامه، قلت المشكله في الانترودكشن. بعد كده في البادي قلنا السولوشن الحلول بتاعتها، تمام. بعد كده قلنا الكونكلوجن ازاي هي او اثارها مضره على البيئه. ده بتهيألي حاجه بسيطه لطيفه عرفتك اليونت الاولانيه اللي هي يونت 7 السكيلز اللي موجوده، او السكيل مهاره الكتابه الموجوده. جات لك بقى تكتب اساي عن كذا، جاب لك تشوز اختياري متقسمه لايه وبتعمل ايه، تعرف تتكلم. تاني سكيل مهاره هنتكلم عنها النهارده كامبين بوستر. كامبين بوستر اللي هي ملصق اعلاني، خلاص، او زي ما بنقول عليها ملصق لحمله، او يافطه لحمله. طبعا ده ما يجيش في الامتحان تكتب، لكن هيجي عليه اختياري. اول حاجه تشوز اند كلير باورفul تايتل، بستخدم عنوان قوي جدا
خلاص بستخدم عنوان قوي جدا. حتى احنا لما بنيجي نعمل مثلا دعايه لحاجه في الشغل عندنا لازم اقول مراجعه كذا، ده كل المدرسين كده، نص المنهج، تلت المنهج، خلي بالك مراجعه امتحان. فده بيخلي الطالب يتفرج ويشوف ودنيته ماشيه ازاي. فده بيتقال عليها جمله كاتشي. يعني ايه كاتشي؟ قال لي يعني جمله مهمه للشخص اللي هيقراها. بستخدم جمل بسيطة، هي عنوان واضح اللي هي choose a clear and powerful title. use short direct sentences، بستخدم جمل قصيرة ومباشرة. use imperative forms، بستخدم الكومنتس أو الأوردرز. صيغة الأمر. add key details، بدي تفاصيل امتى المراجعة تنزل، ازاي تعمل الحملة الدعائية بتاعتك، ازاي تخلي الطالب يتفرج عليها. ده أنا بتكلم عشان شغلي. طيب ممكن باباك يكون شغال مثلا في بيزنس، شغال مثلا في سيلز، في اي ميجر، في اي تخصص مثلا عند حضرتك او اي دراسه، فهيقول لك والله احنا بنعمل كذا في الشركه. قال لك ميك ات اتراكتيف، طبعا لازم يبقى شكلها حلو. يعني انا ما اطلعش بشكل وحش واقول لك تعالى اشتري من عندي الحاجه دي، فانا مش هشتري الحاجه دي شكلها وحش. زي مثلا واحد بيعمل حمله دعائيه لمثلا محل اكل، اوكي، وانا حاطط لي طبق الاكل شكله مقرف في البوستر في الملصق بتاعه، سوري مع احترامي انا مش هروح اكل. تمام. او انا معديه قدام محل عامل بوستر جامد جدا وانا معديه لقيت قطط كتير قوي قدام المكان، سوري انا مش هدخل. تمام. لا انا كده تمام، انا والله انا اكل في بيت احسن. ففي ناس تقول لك لا ده عادي والدنيا تمام والشارع يعني نعمل ايه في الشارع، وفي ناس تقول لك لا يعني ده غلط. يبقى انا لازم يبقى شكل الحاجه كويس وملفت وجميل وجذاب للمشاهد او المستلقي بتاع المعلومه. بعد كده الموديل قال لي the street became awfully muddy. ده كده I write a campaign poster persuading the young to gather or discuss a problem and take measures. خد الإجراءات to clean these streets. طب أنا هعمل زي ملصق عشان يخلي الناس نظيفة وحلوة في الشوارع. قال لي our streets مثلا are messy، شوارعنا بايظة، making it hard for our families and children to move around. خلي بالك إن الشوارع مش لطيفة إن الناس تتحرك فيها. It's time to take charge. يلا بينا نشيل المسؤولية. يبقى أنا كده حفزتك إن أنت تقوم لو لقيت أي حاجة مش نظيفة تقوم تشيلها وترميها في باسكت الزبالة. يبقى أنا دلوقتي حفزتك إن أنت تعرف الإيه الملصق ده أو الحاجة دي أو البوستر ده عن إيه. join طبعا the youth action meeting، تعالى معانا انضم. يبقى أنا كده خليتك تنضم لينا. بعد كده let's gather to discuss the best way to clean our street. أنت كشاب هتروح هتعرف حاجة زي كده هتفيد المجتمع بتاعك أو المكان بتاعك أو المدينة بتاعتك، هتروح هنتقابل يوم كذا، والله المكان كذا، الجول الهدف بتاعنا كذا. يبقى أنا قلت إمتى وفين والجول بتاعي. قال لي why should you come؟ طب ليه تيجي؟ يعني إيه اللي يخليك تروح في حاجة زي كده؟ تمام؟ سواء افتتاح حاجة أو حاجة زي مثلا charity، حاجات جمعية خيرية، ممكن تجمع فلوس لفقراء، ممكن تنظف مكان، تعيد مثلا بناء مسجد أو كنيسة. كل دي بوسترز بتتعمل، بوسترز اوكي. يبقى انا دلوقتي هقول ايه؟ help our elders، بنساعد الكبار. walk safely to the market، خلاص انا كده ساعدت، يبقى انا عملت حاجه حلوه للمجتمع. keep our kids shoes clean، بحافظ على نظافه الاطفال والجزم بتاعتهم. بيقول لي show the strength of our village youth، بوري قوه الشباب بتوع القريه او المكان بتاعنا. many hands make light together، وده السلوجان اللي زي بنقول عليه شعار بنقوله عشان يلا بينا نساعد. ايد واحده ما تسقفش، اللي هي الحاجات اللي بيقولوها الشباب عشان تشارك في الحاجه دي. قال لي bring your ideas your energy and your friends، يلا هات صحابك، جمع افكارك، جمع طاقتك وتعالى شارك معانا. انا صدقني لو انا كيسرى لو قريت حاجه زي كده انا هنزل على طول، مش هتردد. يعني ان انا انظف مكان او ان انا اجمع فلوس لفقراء او ان انا اساعد طلبه عايزه تتعلم انجليزي في اي مكان، هتلاقيني بروح واجري واساعد كل حد. بعد كده يجي لي السكيل الثالثه كده يونت 7 ويونت 8. تمام، الموضوع بسيط وخدها ايه بالراحه كده، كوبايه شاي واكتب النوتس بتاعتك وهتيجي بتخلص بسرعه، بس هتلاقيها زي الكنز عندك في ثالثه. تالت حاجه عندي writing skills اللي هي an opinion paragraph، بقول رايي. يعني انا اتفرجت على حاجه سواء فيلم او مسرحيه او مدرس او مدرسه او حاجه اي مطعم، انا بقول رايي فيه.
فانا بقول opinion and opinion paragraph. قال لي an opinion paragraph is a type of writing that presents the author's thoughts. انا كده بقدم رايي انا بس يا فندم، يعني انا رايي كيسرى كذا، راي محمد كذا، راي احمد كذا، هو بيكتب رايه، لا انت هتبقى خاص في رايي وخلاص، كل واحد بيعبر عن رايه وليك حريه الكلام بس بادب طبعا، بتعبر بطريقه لطيفه. قال لي ايه and thoughts or feelings about a specific topic، عن موضوع معين. supporting details، بجيب الافكار بتاعتي بدعمها. and reasons and examples are given to explain، عشان نشرح the opinion رأينا مظبوط. يبقى فقرة الرأي نوع من أنواع الكتابة، بنعرض فيه أفكار الكاتب ورأيه مشاعره حوالين موضوع معين، بستخدم تفاصيل بسبورت بإيه، بدعم بأسباب بأمثلة لشرح رأيي. يعني أنا رأيي كذا علشان كذا، بالراحة كده، أنا كيسرى رأيي كذا علشان كذا. يبقى أنت برضو وأنت بتكتب تقول مثلا أنا كأحمد رأيي كذا ورأيي الموضوع بتاعي بسبب كذا. بعد كده قال لي بكتب ايه؟ اول حاجه بكتب التوبيك سنتنس اللي هي الموضوع بتاعي. قال لي state your opinion in the very first sentence. طبعا رايك بيتقال في اول مره، يعني اول حاجه بتقول انا رايي كذا، لان ده رايك حقك. بعد كده supporting sentences، بتكتب ايه في الجمل الداعمه. اول حاجه support your opinion with logical explanations، بدعم رايي بتفسير منطقي. give a real event personal experience، بدي رايي بدي خبره. انا مثلا بحكي لك على حاجه فاقول لك والله انا حصل لي كذا، زي ما بحكي للطلبه بتوعي والله يا شباب انا حصل كذا، رايي كذا، انا حصل لي كذا، فخلاص الطالب بتاعي يقتنع. ليه؟ لان انا قلت رايي ودعمت رايي بامثله وخبره. اوكي، انا زي مامتكم طبعا، فبقول لك رايي والله كذا، وتقول والله انا هاخد الكلام ده فور جرانتد. يعني ايه فور جرانتد؟ شيء مسلم بيه، زي ما باباك او مامتك بينصحك بحاجه بديك رايه، يقول لك يا ابني والله انا رايي في الموضوع ده كذا علشان كذا، فانت على طول هتشتري من الاخر. ماشي؟ بقى لك دونت طبعا سويتش سايدز، ما تخلطش، ما تغيرش موقفك. make sure all sentences support your point of view. بقول رأيي مظبوط، بقول رأيي بدعمه بأمثلة مظبوطة. حاجة كمان be confident and direct، خليك واثق من نفسك ومباشر، ما تلخبطش اللي قدامك. يا فندم انا رأيي زي ما ابتديت الفيديو معاكم، انا رأيي كذا وهعمل كذا، اتفقنا؟ بعد كده تعالوا نجيب مثال ونقول الكونكلوجن بقى عشان نقفل الخاتمه. بختم باعاده صياغه اللي هي end with a sentence that restates. محدش ينسى الكلمه دي restate، دي جت ثالثه ثانوي السنه اللي قبل اللي فاتت. restate your opinion، انا بقفل الكونكلوجن باعاده صياغه الفكره او اعاده صياغه الراي. يعني انا بدات الاول رايي اوكي في الموضوع ده كذا عشان كذا كذا كذا، وفي الاخر رايي برضو كذا. يعني انا قلت رايي في الاول وريستيت وقعدت صياغه رايي في الاخر. تاني كتبنا الموضوع، كتبنا راينا، قلنا الامثله ومشاعرنا وخبرتنا، وبعد كده قفلنا براينا تاني. بعد كده الموديل بيقول لي موديل اوبينيون باراجراف، بيقول لي ايه؟ art is a universal language. والله الرسم والفن حاجه عالميه، اكتب لي رايك في الكلام ده. تمام؟ هو هنا هيبتدي بايه؟ هيقول لك والله ان زي ما ابتدى كده، قال لك it can be understood by people all over the world through music, painting and dance. هو كده بيقنعني ان الموسيقى والرقص والرسم الفن الالوان بتعبر بالمشاعر للانسان. انا لو شفت رسمه حلوه هحسها. تمام؟ فهو بالظبط كده، الناس الفنانين بيوصلوا مشاعرهم بكده. انت اقتنعت، يعني لو في حد بيرسم او بيفهم ارت هيفهم انا بقول ايه. قال لي إيه؟ طبعا people can share their feelings، ممكن تشارك بمشاعرك بايدياز without using words. انا ممكن ما اتكلمش بس برسم، مجرد ان انا رسمت انا طلعت اللي جوايا. اللي جوايا حلو، اللي جوايا وحش، اللي جوايا غضب، اللي جوايا فرحه، كل اللي جوايا بيطلع في الرسمه بتاعتي. انا جوايا حلو هطلع الرسمه حلوه، انا جوايا ملخبط هطلع الرسمه ملخبطه. فعشان كده انت اقتنعت بده، فده رايي انت اقتنعت بيه. هو هنا قالوا بايه؟ بامثله. قال لك ايه؟ sadness, politeness, happiness, sadness, hope, pain in clear powerful way. In my opinion art connects people from different countries. وكده قال رايه، يعني قال رايه في الاول، بعد كده قال ليه، وبعد كده ختم وقال لك والله it plays مثلا an important role in communication and peace، لانه هو بيعمل دور مهم جدا في التواصل بين الناس والسلام بين الناس. يبقى انت اقتنعت بالفكره بتاعتي. طيب في حد ما بيحبش الرسم، ما بيحبش الالوان، بس اقتنع. يعني ايفن لو انت ما بتحبش الحاجه
هتقتنع بيها. يبقى الاوبينيون باراجراف، الباراجراف اللي بيقول رايك، بتقول رايك، بتقول الافكار بتاعتك، وبعد ما بنقول الافكار بتاعتنا بنقول راينا تاني عشان تقتنع بالراي اللي انا بقوله. بعد كده السكيل اللي بعد كده قال لي رايتنج ريفيو اللي هو المقال النقدي. المقال النقدي يبقى انا كتاب المدرسه في كل يونت اداني سكيل، اداني مهاره معينه بستخدمها. خلاص كده كتبنا الراي، كتبنا بوستر، كتبنا ملصق، كتبنا حاجات ايه في منهج ايه تانية ثانوي جميله بتعلمني 7 درجات سكيلز جميله. خلاص سواء تشوز او كتابه. طيب بعد كده بيقول لي ايه كتابه المقال النقدي بكتب ازاي وبقسمه ازاي. اول حاجه برضو introduction body conclusion. يا جماعه حتى في ثالثه ثانوي عندنا اي سكيل اي مهاره كتابه في الاسايز المقالات بتاعتنا بانواعهم، سواء مقال نقدي او مقال راي او مقال اقناعي او تفسيري، ايا كان نوع الاساي اللي حضرتك بتكتبه بيتقسم ل3 حاجات: مقدمه، موضوع، خاتمه. introduction body conclusion. في اولى وثانيه بنقول لك اكتبوا على بعض، في ثالثه بنقسم. تمام؟ فخلي ثالثه لثالثه، خليك انت لسه في ثانيه يا صغنن يا جميل اتعلم تكتب مقدمه حلوه، موضوع، وخاتمه. طب انا في الريفيو بكتب ايه؟ في المقدمه introduce what you are reviewing، انا بقدم ايه. خلاص؟ قم بالعمل اللي بتقومه، مراجعته، هوايه، كتاب، فيلم. شوفي يا حبيبي انت بتريفيو على ايه؟ يعني ايه يا مس يسرا بريفيو؟ براجع، بدي رأي نقدي. هل انا بدي على هوايه ولا كتاب ولا فيلم؟ بعد كده give a short general opinion، بدي رأي. is it good fun or useful؟ طب الحاجه دي مفيده ليا، جميله ليا، هل الحاجه دي fun ممتعه بالنسبه لي ولا لا؟ بعد كده بقدم رأي داعم، بدعم بقى فكرتي بحاجه. ده كده في الانترودكشن. description paragraph في الوصف بتاعي قال لي give the main information، بدي المعلومه الاساسيه اللي هو بيبقى البادي. خلاص؟ that needs to understand about the hobby، والله انا بقول له والله الهوايه دي بتتعمل بكذا، او الفيلم ده كذا، او الراي كذا. بعد كده evaluation paragraph قال لي what is good and bad، بروح مقيمه بقى، بدي الراي حلو وراي وحش. والله طب هو حلو في ايه وحش في ايه؟ بدي بقى الايه الناهيه زي ما بتقولوا انتوا باللغه بتاعتكم. share your opinion supported by reasons and examples، شارك رايك تقوم باسباب وامثله. وبدي الريكومنديشن، ده الباراجراف الاخير وده الزياده عندنا النهارده. خلاص النوع ده بيبقى فيه باراجراف زياده، ده يعني حاجه بسيطه بتقول رايك اهي، او ريكومنديشن. والله ايه الريكومنديشن؟ توصيه. معظم التوصيات بنستخدم فيها should، ought to، ينبغي، والله لازم نعمل كذا، بطريقه لطيفه تفهمني انا كمصحح ان انت فاهم انت بتكتب ايه. يبقى اي نوع من انواع الكتابه بيتقسم مقدمه، موضوع، خاتمه، وبتعرف كل جزء بيكتب ايه. في ساعات بنعمل ريكومنديشن في الاخر، والله التوصيه كذا. في حاجات لا، يعني معظم الكتابات ما بقاش فيها توصيه. بعد كده provide a final thought or advice، بنقدم بقى فكرة زي ما قلنا. طيب gardening as a window to peace، زي مثلا بنقول عليها الزراعة، أعمال الحديقة، ده شباك أو حاجة بنعمل بيها سلام للعالم. من الآخر إزاي ننظف المكان بتاعنا أو نزرع المكان بتاعنا. هو ابتدى هنا have you ever wanted to turn a small corner of your world into something green؟ يعني ابتدى بسؤال حلو قوي، ده بنقول عليه topic، حاجة إيه؟ الجمله الاساسيه او الايه الجرابر اللي هي الجمله اللي بدات. هل عمرك فكرت ان انت تحول اي مكان لمكان اخضر؟ يبقى انا كده زي ما قال فوق gardening as a window to peace. هو خد بقى فكره ان انا هزرع مكان، ان انا احول العالم كله المكان اخضر جميل امن. يبقى ده برضو الموضوع اللي الكتاب جابه. خلاص كده بنروح كاتب الموضوع بتاعنا، وقال لك والله اعمال الحديقه مش مجرد حاجه الناس بتشتغل بيها ولا عايزه حاجه غاليه، ده انا هبتدي بكذا. يبقى تشوف انت. خلاص وانا هسيب لكم طبعا الكلام ده في البايو بتاع الفيديو، تشوف كل سكيل كل مهاره بنكتب عليها ازاي، عشان طبعا ما اطولش عليكم في الفيديو. انا اكيد مش هقرا ده كله، انا ببين لك والله بدانا ازاي، عملنا طورنا الفكره، عملنا والله ريكومنديشن في الاخر زودنا هي دي، يعني عملنا خاتمه وزودنا الريكومنديشن. in my view والله gardening is an ideal hobby for students who need a quiet activity to manage stress، عشان بيقلل عندهم التوتر. I definitely recommend giving it a try، وانا والله بنصحكم تجربوا. يعني الراجل ما رغاش، ما اتكلمناش كتير، وفرنا عليك الايه الكتابه، وفرنا عليك الرغي كتير بالشكل اللطيف اللي حضرتك عامله.
انا عايزاكم تتعلموا يا اولاد تكتبوا بالطريقه دي، ودي اهم حاجه. كلنا بنحفظ كلمات حلوه، كلنا بنتفرج على فيديوز جرامر والحمد لله بنتوفق فيها احنا كمدرسين وانتوا كطلبه. ايه اللي بيفرق بين طالب وطالب؟ رايتنج سكيلز، مهارات الكتابه. وده اللي انا جايه النهارده وهدفي ان انا اعلمكم فيه. انا بقول لك والله كل نوع من الكتابه بيبقى عاوز منك ايه وازاي نكتبه. قلد حاجه زي كده. انا مثلا جايبه لك ازاي نزرع مكان، وازاي نحول مكان اخضر. ممكن انت تقول ازاي نقرا، ممكن تقول ازاي نجمع فلوس للفقراء، ممكن تقول والله انا هعمل حاجه مهمه لمدرستي، ممكن والله اعمل حاجه في الوزاره واقدم مثلا مقترح للوزاره كذا، والله دي الهوايه دي حلوه. ايا كان الموضوع اللي انت هتختاره وتقول لي والله توصياتك في الاخر تقلده. يعني ده المثال اللي احنا، ده الحلو، ده الكتابه الحلوه المظبوطه، قلدها. انا اتكلمت عن الجاردنينج، حضرتك ممكن تتكلم عن اي هوايه تانية، عن اي موضوع تاني، بس يبقى بنفس الطريقه. بعد كده يجي لي ايه تاني يا مس يسرا؟ قال لي والله هيلث ايه ادفايس، والله مقال عن النصيحه. طب انا دلوقتي عايزه ادي نصيحه، عايزه اكتب مقال عن النصايح. خلاص، يبقى انا مره اديت رايي، مره عملت ريفيو برافو عليكم، ومره عملت برافو عليكم اللي هي تبس، اللي هي زي ادفايس، نصيحه، اوكي، او بيسز اوف ادفايس. في اللحظه دي بيقول لي ايه؟ قال لي ستيبس فور ا جود هيلث ارتكل. انا هتكلم عن الصحه، ماشي، يبقى انا كده اديت خطوات عن الصحه. قال لي ايه هنا؟ قال لي يوز ا كاتشي تايتل. وده طبعا دايما في ثالثه ثانوي بتستخدم كلمه كاتشي دي كتير. يعني ايه يا مس يسرا كاتشي؟ يعني حاجه دايما بنقول عليها ايه؟ ملفته للنظر او ملفته للقارئ انه يكمل قرايه. تمام كده؟ طيب بعد كده قال لي include a target language, use at least 5 different modal verbs to give strong advice. ممكن بقى نستخدم ايه؟ should, must, won't, mustn't، يعني حاجات بسيطة جدا عشان تبين لك حاجة. قال لك must, don't have to, had to. طبعا والدرس ده كان عندكم السنة دي needn't، اوكي، موجود عندك جرامر الدرس ده. ودايما الطلبة تسأل مس يسرا طيب انا وانا بشتغل في الدرس ده استخدم اللغه ايه؟ حبيبي كل توبيك، كل موضوع كتابه ليه طريقه. هو قال لك اتكلم على الماضي استخدم باست سمبل، قال لك اديني نصيحه استخدم شود واوت تو وماست وهاف تو وهاز تو وهاد تو ونيدنت، الاستخدامات دي. فمن الجرامر اللي احنا بندرسه بنوظفه في الرايتنج سكيلز، في مهارات الكتابه. بعد كده must include the target vocab، ان انا بستخدم الكلمات بتاعتي dehydrated, energetic, joints, lifespan, immune systems, mental attitude, stress, toxins, waste removal, slippery. يبقى انا دلوقتي بستخدم بعض الكلمات اللي ليها علاقه بالموضوع. ما بقاش كاتبه فوق سبورتس رياضه مثلا واجي تحت اتكلم مثلا عن نظافه الشارع. حبيبي انت بتتكلم في الرياضه، فلازم الفوكاب بتاعتك يبقى ليها ريليتد لمين؟ للموضوع اللي انا بتكلم فيه. بعد كده ايه الموديل بتاعي؟ قال لي بادي اند مايند، الجسم والعقل. زي ما بنقول ايه العقل السليم في الجسم السليم. قال لي simple rules to live by، ان انا بعيش ببعض القواعد الصحيه. اول حاجه ويقول want a long happy lifespan، كلنا بنحب الحياه الصحيه الجميله. يبقى انت كده فهمت ان انا هديك instructions او tips، خطوات صحيه. والله اعمل كذا، اشرب كذا، جسمك محتاج كذا، you need انت باي كذا. خلاص، ما تشربش مشروبات الطاقه، ميك شور ان انت يوجي اوفر نايت، ان انت تو يوجي تشينجز اوفر نايت، ما يبقاش في لخبطه في نومك، دايدريشن اند منتال اتيتيود، كل الحاجات دي عشان تعيش حياه صحيه مظبوطه. بعد كده خلاص، فانا كده عندي الايه؟ الخطوات الصحيه اللي هعملها. انا اديت لك نصائح، اديت لك حاجات تمشي عليها. يبقى السكيلز مش مجرد كلمه سكيلز مرعبه خالص، يعني حتى الطلبه بتوع ثالثه حبيبي كلمه سكيلز مش مرعبه. انا بفهم مطلوب مني يا حبايبي كلمه سكيلز معناها مهارات، مهارات كتابه، مهارات فهم، مهارات جرامر، مهاره. واحد بيعرف يطبخ، واحد ما بيعرفش، واحد بيعرف يسوق حلو، واحد ما بيعرفش. مهاره، احنا بنعلي مهاره اللغه. اما مهاره اللغه فهم الكلام، اما بالكتابه، اما بان انت تسمع حلو وتعرف تتفاعل، اما تكتب زي ما تكتب، تسمع، تتفاعل. كل دي مهارات. تمام. انا هنا بعلمك ازاي تكتب حاجه معينه، ده اسمه سكيلز. انت عرفت تكتبها خلاص، ما عرفتش يبقى انت مهارتك قليله، بتنميها بس مش وحش، انت بتنمي ده. طيب هنا بيقول لي وي اون نو، طيب زي ما قلنا كده بننام وبنشوف حياتنا الصحيه زي ما قلت لكم كده اهي. فيرست ثينك اباوت ووتر، جسمك يبقى كده زي ما لسه قايله لكم ايه؟
من قبل دقيقتين. كنترول يور ستريس، بتحكم في اعصابنا، في توترنا، في ضغطنا. you mustn't let small worries weaken your immune system. ما تخليش القلق يضيعك، ما تخليش القلق يضعفك. when you face a problem، لما تواجه مشكله you have to remind yourself to stay positive. خليك ايجابي. يبقى كل دي نصايح عشان صحتك الجسم وصحتك العقليه، يعني الجسمانيه والعقليه. يبقى احنا عندنا حاجتين من انواع الصحه، mental health and physical health. يبقى انا دلوقتي عرفتك ازاي تكتب. كل دي tips، كل دي نصائح، ارشادات غطيناها جوه هنا، ويجي في الاخر يقول لك remember، افتكر يا حلو، simple daily choices are what count. يعني انا لو بختار صح كل يوم انا حياتي هتبقى progressed، هتبقى متقدمه جدا، فاهمني؟ وهتحصل لها تقدم. اوكي، هتبقى I have a progressed life. خلاص انا عندي حياه متقدمه advanced. طب انا دلوقتي لو كل يوم بختار غلط وكل يوم بتحرك غلط، فهيحصل اللا جسمي هيعرف ينام، هبقى متوتر بالليل، ملخبط. كل دي حاجات انا بقولها لك عشان تكتبها. اكتب بقى اللي انت شايفه، اللي انت حاسه. خلاص كده يبقى احنا قلنا ارشادات عن اي حاجه، عن صحه، عن توفير طاقه، عن توفير ميه، عن توفير الفلوس، عن مساعده الفقراء. شوف ايه اللي انت عايز تعمله. بعد كده السكيل اللي بعد كده writing formal apology. ايه هي الفورمال apology؟ قال لي كتابة خطاب اعتذار رسمي. يعني انا بعتذر لحد، بس مش بعتذر لصاحبي، مش بعتذر مثلا لصاحبتي، انا بعتذر لحد كبير، لمنظمة، لهيئة، لمدرسة. تمام؟ فبيقول لك ايه؟ انا دلوقتي عملت حاجة غلطة وبعتذر، ماشي؟ عملت غلطة وبعتذر. بنكتبها ازاي؟ ايه هي الستبس to write an apology letter؟ قال لي والله use formal greeting and closing. اول حاجه بنستخدم لغه رسميه، ما اقولش هاي واوكي وواتساب ويعني الكلمات اللي هي واتس جونا مش عارفه ايه، انا مش عايز استخدم كده. خلاص، وانا وجونا والكلمات اللي انتم بتستخدموها، لا انا عايز استخدم لغه مظبوطه، جرامر مظبوط. دير مستر ميسر ميسز، خلاص انا بستخدم اللغه الرسميه. تاني حاجه state the reason clearly، انا السبب انا بعتذر عشان كذا. قال لي directly طبعا say what you are apologizing for. the first paragraph، والله انا بعت الباراجراف ده او بعت الليتر ده او بعت الايميل عشان اعتذر عن كذا. طبعا بذكر السبب بوضوح، بقول مباشره في الفقره الاولى انا بعتذر عن ايه. acknowledge طبعا the impact، بوضح، بعترف اللي هي ليه الموقف ده اثر عليا. explain why you lateness was wrong او disruption او disrespect. ساعات مثلا انا بيجي لي كتب متاخره، او ساعات الطبع يتاخر عليا، او انا ساعات اتاخر على الرد، فبعتذر، ببعت سوري يا جماعه والله انا كنت مشغوله في كذا كذا كذا، فعشان كده انا اسفه بسبب ضغط مراجعات وضغط الشغل، فانا عملت الغلطه دي عشان كذا. هو بالظبط كده، بس ما بقولوش بلغه ازيك يا صاحبي وازيك يا اخويا، اكيد مش كده. يعني بينا وبين بعض ككبار، وانت كمان تتعلم كده، بتستخدم لغه كويسه، بتقول انت غلطت في ايه، اتاخرت ليه، وبعد كده بشرح التصرف بتاعي ده. طيب بروميس طبعا اكشن، ان انا بوعد ان ده مش هيتكرر تاني. دايما بتوع المكتبه يقول لك والله سوري يا مس يوسف اتاخرنا في كذا، ويكلم حد من التيم بتاعنا سوري يا شباب اتاخرنا في كذا. طب يا جماعه ما تتاخروش تاني. طب يا جماعه احنا بنوعدكم ان احنا المره الجايه مش هنتاخر، خلاص احنا تمام. قال لك state clearly how you will change your behavior، وان انت هتغير السلوك بتاعك. ايه الموديل؟ تعالى بقى كده، يعني انا طبعا كل سكيل كاتباها وكاتبالك ازاي نكتب، كاتبالك ازاي نكتب. يعني كل سكيل يسرى قايلاها من كتاب المدرسه، شرحناها ونموذج عليها. طيب ايه النموذج اللي هنعمله النهارده في الابولوجي لاتر؟ والله انا بعتذر. تعالوا نشوف مستر عمر، احنا باعتين لمستر عمر بنعتذر له عن ايه؟ واللي بعد طبعا مستر حمزه زكي. اوكي، يبقى ده اللي احنا باعتين له، وده اللي ايه اللي بعت. تمام. بعد كده بيقول لي بليز accept my sincere apologies for my recent lateness. انا اسف ان انا بعتذر عن تاخيري. I recognize that my lack of a punctuality، انا بعتذر وادركت قله الانضباط بتاعي has affected the team's productivity، ان ده قلل كفاءه الفريق. to ensure this does not happen again، وبوعدك ان ده مش هيحصل تاني. I have created a new time management plan، وعملت خطه جديده لاداره الوقت. by the end of this month، ان شاء الله بنهايه اهو بيوعد اهو بنهايه الشهر I'll have established a consistent morning routine that allows for traffic delays، وانا ابقى عارف ان انا لو اتاخرت الصبح هبقى
عارف ايه بسبب المرور وبسبب الزحمه، خلاص انا عامل حسابي باي نيكست ماندي ان شاء الله على الشهر الجاي او على يوم الاثنين الجاي. وده عندكم جرامر اهو، باي نيكست ماندي ارجعوا الفيديو الجرامر. I will have installed هكون ثبت a new schedule app، تمام، زي تطبيق يصحيني to help me stay efficient، ان انا ابقى على كفء او انا بتعامل بكفء. I am confident that by the time our next quarterly review arrives I will have proven my reliability to you and entire department. انا اسف، انا هقدم كذا، انا هوعدك بكذا، ان شاء الله الكورتر الجاي انا هنظم في الشغل كذا. يبقى هو وضح كل حاجه جوه اللاتر، جوه الابولوجي لاتر اللي هو بيعتذر فيه عن تاخيره وعن عدم كفاءته في اداره المرحله في الشغل. قال لك ايه في الاخر؟ I'll have completed all my current tasks by Monday، وهكون خلصت كل شغلي بحلول الجمعه الجايه. احلى حاجه في السكيلز اللي موجوده في ثانيه ثانوي انها مستخدمه الجرامر اللي انتوا خدتوه. يعني جه قال لك اعتذر، جه قال لك اكتب لي نصائح ارشادات، جه قال لك اعمل لي ريكومنديشنز توصيات، كل دي من الجرامر اليونتس. وقال لك by Friday to show my commitment to our valuable goals، وده هيبقى التزامي للاهداف الموجوده في الشركه. Thank you for your patience، وشكرا على صبركم معايا. as I work to improve my professional habits، وانا بشتغل عشان اشغل نفسي وعلشان اطور من اداء ومهارات ليا. فكل ده احنا كلنا بنشتغل على ده، تمام، كلنا بنشتغل على ده، بنبقى حلوين الاول، بنتطور، بنبقى احسن، بنبقى احسن. طول ما احنا شغالين على نفسنا ما بنقارنش نفسنا بحد، يبقى انا دلوقتي بشتغل على نفسي ابقى حلو وبعد كده اتحسن. في كل حاجه بنبتديها لازم نبقى كده. فهو الراجل كان فير جدا مع نفسه وقال والله يا جماعه انا اعتذرت عشان كذا، وهروح مقدم هجيب موبايل مثلا او في ابلكيشن انا هثبته عندي، احمله عندي على التليفون واجهز نفسي واظبط نفسي والمرور والتاخير، وانا اسف ان انا عطلتكم. فهو اعتذر بشكل لائق بجمل بسيطه، جمل جميله، جمل فورمال تو ذا بوينت. وقال لك sincerely حمزه زكي المخلص. يبقى انا قفلت بكلمه sincerely لان ده فورمال apology، ده اعتذار رسمي. انا مش بعتذر لامي ان انا اتاخرت، ولا بعتذر لابويا ان انا كسرت له عربيه، لا، ده حاجه تانية خالص. انا دلوقتي اتاخرت او عطلت في الشركه وعملت مشكله فانا بعتذر، تمام. وبكده حبايب قلبي طلاب الصف الثاني الثانوي، ربنا معاكم، ربنا يوفقكم. جزء السكيلز الحمد لله خلص بشكل لطيف، تمام، مش صعب. اقعد في البيت، تمام، شوف كل سكيل، كل مهاره كتابه قلدها، قلد اللي مكتوب. انا بعت لكم البي دي اف ده ان شاء الله على الفيديو، خلاص. تشوف انت تقلد ازاي، تعرف تتكلم كده ازاي زينا، خلاص كده. وابعت ورينا، هنبعت لكم رقم واتساب برضو تبعتوا لنا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. اكتب، اغلط، والله يا مس يسرا ده حلو ولا وحش، طب انا هاخد درجه ولا لا. السؤال ده ب7 درجات، ب7 درجات، 5 كتابه و2 اختياري. فركز، سهلين، من السهل ان انت تجيبهم. ربنا يوفقكم، ربنا معاكم. كان معاكم مس يسرا حسن، بالتوفيق.